في الوقت ده من السنة في بيوت كتير قوي بيبقى التوتر فيها أكتر من الأكل والشرب بكتير، وفيها طلبة حاسة إن خلاص مستقبلها كله هيقف على الامتحانات اللي جاية، وإن الورقة اللي هيدخلوا يملوها دي هي اللي هتحدد مستقبلهم وقيمتهم في الدنيا ووسط الناس. فخلونا نفهم الكلام ده من وجهة نظر نص الدنيا الحلو هيبقى شكله عامل ازاي. هلو من نص الدنيا الحلو، انا دينا الحداد، وهدف من الحياة ان انا اخلي كل واحد احسن نسخة من نفسه ويكون مؤثر في المجتمع والناس اللي حواليه بالايجابية طبعا. خلونا فاهمين ان بدايه التحديات بتاعه الحياه هي اول ستيب فيها ثانويه عامه، ممكن يكون قبلها ثالثه اعدادي، بس يعني ثانويه عامه دي بتبقى المرحله الاصعب او اللي هي اكبر مسؤوليات حطت عليكم في حياتكم، في اول حياتكم. انا حابه اقول لكل طالب وطالبه في الثانويه العامه: اهدوا، خدوا نفس، الدنيا مش هتخلص، وان اللي انتوا داخلين عليه ده مش نهاية العالم نهائي. وانا عارفة جدا ان في ناس كتير قوي اللي مخوفة مش الامتحانات خالص، ممكن تكون مذاكرة وعاملة كل اللي عليها، بس اللي مخوفها هو نظرة الناس ليها، نظرة المجتمع، خيبة الامل، ثقة اهلهم فيهم، الفلوس اللي اتصرفت في دروس ثانوية عامة، اهلهم اللي رايحين جايين يقارنوهم بقرايبهم اللي جابوا احسن مجاميع ودلوقتي بقوا مستقبلهم عامل ازاي، ان انت لو ما دخلتش كليه كويسه عمرك ما هتلاقي شغل وعمرك ما هتبقى انسان كويس ومحترم والناس هتفضل تهزق فيك و الى اخره. كل ده غير خالص اللي انت نفسك فيه او اللي انت عايزه. عارفه ان في ناس كتير قوي مخوفها اللي انا قلته في الاول ده، مش عشان هي ممكن ما توصلش لحلمها او ما تحققش حلمها او عشان ما توصلش للي هي عايزاه، بس ممكن اطلب منكم طلب واحد بس: انا مش عايزاكم تعملوا غير اللي عليكم، ما تعملوش حاجه اكتر من كده نهائي، لان اصلا مش مطلوب منك ان انت لا تضمن كليه ولا تضمن مجموع ولا تضمن تنسيق. في حاجات كتير قوي في حياتنا احنا مش مطلوب مننا غير ان احنا نسعى لها وبس، والنتيجه دي بقى بتاعت ربنا، اتظلمت او لا، نجحت او لا، وصلت للي انت عايزه او لا، مجموعك جابك للحاجه او لا، وصلت ومجموعك جابك للحاجه ودخلت الحاجه وما لقيتهاش هي دي اللي انت عايزها، برضو دي مش بتاعتنا، كل الاسباب دي بتاعت ربنا. مش مطلوب منكم نهائي غير ان انتوا تعملوا اللي عليكم وبس. بعد كام سنه كده مش هتفتكروا على فكره المجموع ولا انتوا جبتوا كام ولا انتوا عملتوا ايه، هتفتكروا بس انتوا سعيتوا قد ايه، انتوا عملتوا اللي انتوا كان عليكم بس ولا لا، عملتوا اللي عليكم ولا لا، عملتوا اللي كان مطلوب منكم في الوقت ده ولا لا. ده لا تفتكروا، مش تفتكروا انتوا جبتوا كام في المية بالظبط، ومجموع الثانوية العامة كان قد ايه، ومش عارفة التنسيق كان قد ايه، كل ده بعد فترة مش هتفتكروه. اللي هتفتكروه بس انا كنت بتدلع ولا لا، انا عملت اللي عليا فعلا وعملت خلاص، دي كانت اقصى حاجة اقدر اعملها، وكنت نايم صاحي قايم قاعد بذاكر وبعمل اللي عليا ولا لا. ده اللي انتوا هتفتكروه. انا عارفه ان في ناس كتير قوي اتفرج عليا منهم اهالي ومنهم طلبه بيقولوا لا كلام غلط، بس المستقبل برضو الثانويه عامه وده نقطه مغيره في حياتنا و دي حقيقه. الثانويه العامه نقطه مهمه جدا ونقطه فيصليه فعلا في حياتكم، بس مش نهايه العالم. مفيش حد حياته وقفت بعد الثانويه العامه، مفيش حد حياته ما اتغيرتش بعد الثانويه العامه، مفيش حد حياته خلاص الثانويه العامه وقف عندها لو ما جابش المجموع اللي هو عايزه واعتزل العالم وقعد في بيتهم، مفيش. كل الدنيا بتمشي، كل الدنيا، مفيش حاجه هتقف. اللي عايزه افهمها لكم، ممكن يكون قدامنا كتير قوي من الحاجات دي بنشوفها كل يوم، في ناس كتير قوي جابت مجموع عالي جدا، جابت ال 100% ولا 99% ولا ارقام كده كبيره قوي بالنسبه لي انا، بس ما وصلتش في الاخر اللي هي عايزاه، دخلت كليات القمه وفي الاخر هم فين دلوقتي؟ ولا عادي زيهم زي اي حد، موجودين بس عادي، دكتور بس مش ناجح، مهندس بس مش شاطر، ممكن يكون حد كان جايب 60 70% وداخل معهد ولا داخل كليه من الكليات اللي بتقبل مجموع صغير قوي، بس حد ناجح، حد دلوقتي بيلمع، حد اشتغل على نفسه عشان يبقى اشطر، حد سعى اكتر علشان يبقى احسن، حد طور نفسه، طور مهاراته، خد كورسات، خد كل حاجه يقدر ياخدها علشان يطور من نفسه يبقى بني ادم ذو قيمه اعلى. عمرها ما اتحسبت بالمجموع، وعمرها ما اتحسبت انت جبت كام وانا جبت كام، الا في حدود صغيره قوي، في حاجات صغيره قوي، بعد كده بتعدي. قيمتك عمرك ما هتاخدها من مجموع، قيمتك عمرها ما هتكون موجوده في ورقه قدامك تملاها صح او غلط. اوعي تربطي قيمتك واوعي تربطي نفسك بورقه وبمجموع، انت اكبر من كده بكتير، الحياه اكبر من كده بكتير، اكبر من مجموع، اكبر من مذاكره، اكبر من تنسيق. بس ده مش معناه ان احنا مش هنذاكر وهنعمل اللي علينا، احنا هنعمل اللي علينا، ولو قادرين نعمل اكتر من اللي علينا في الوقت ده احنا لازم نعمله، بس لازم تبقي من جواكي مقتنعه ان دي مش نهايه العالم، لان في ناس بيجي لها بانيك. في ناس دلوقتي بتتفرج عليا هي مش عايزه تذاكر، هي مش قادره تذاكر، هي خلاص بجد تعبت من كتر التوتر ومن كتر ما الناس دايسه عليها ومن كتر ما المدرسين ضاغطين عليها ومن كتر ان هي وراها حاجات كتير قوي، فخلاص انا مش قادره اذاكر، مع ان هي كانت ماشيه طول السنه 10 على 10 100 على 100، بس دلوقتي خلاص مش قادره. فاهدي، صلي على النبي كده واهدي،
مفيش حاجه، الدنيا بخير، انت كويسه، اهلك كويسين، انت ممتازه لو محدش بيقول لك ان انت ممتازه، انا فخوره بيكي لو محدش بيقول لك ان هو فخور بيكي وبس مستني المجموعه عشان يقول لك اذا كنت فخور بيكي ولا لا. انا اللي بقول لك اهو، انا فخوره بيكي في المشوار وفي وسط المشوار وفي اخر المشوار، فخوره بيكي ايا كان النتيجه اللي هتجيبيها هتبقى عامله ازاي، قليله او كبيره. بس اوعي 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 تستسلمي للمجموع، اوعي تسيبي حياتك مربوطه بدرجه، اوعي تسيب حياتك مربوطه بمرحله عموما في الدنيا. لا، جبت مجموع قليل، انا عارفه انا هعمل ايه، حطي بلان، انا عارفه انا هعمل ايه. لازم يكون عندك بلان بي. انا جبت المجموع الفلاني اللي انا عايزاه، انا هكتب ورقه بقى كده، انا هدخل كليه كذا او كذا او كذا او كذا. ما احطش. كان نفسي اول حد يقول لي الموضوع ده، مفيش حاجه اسمها انا مخططه خطه ان انا هجيب المجموع الفلاني وهدخل الكليه الفلانيه، او اهلي مسستمين حياتي ان انا ادخل كليه طب. طب ان كيس انا ما جبتش كليه طب على درجات بسيطه، بتحصل على 1.5 1.2 1.1، بتحصل. لو انا ما جبتش المجموع ده انا هعمل ايه؟ لازم تكوني حاطه بلان بي. خلاص انا ما دخلتش كليه طب، انا هدخل كليه صيدله. ما دخلتش صيدله مش حباها، هدخل علاج طبيعي. ما دخلتش علاج طبيعي مش عاجبني، هدخل اسنان. ما دخلتش اسنان، هدخل طب بيطري. ما دخ... لازم يبقى فيه بلان A وبي وسي ودي لحد معاكي لحد زد. انت لازم تبقي عارفه المجموع اللي هتجيبيه هيدخلك ايه، عشان في الاخر تبقي دخلتي اللي انت عايزاه، مش اللي جه في التنسيق، مش اللي اهلك حطوه، مش اللي الناس كانت عايزاه. لا، انا في الاخر انا داخله الكليه اللي انا عايزاها، بس على حسب مجموعي. انا حاطه مثلا من 90 ل 92 هدخل الكليات الفلانيه، من 92 ل 94 هدخل الكليات الفلانيه، من 94 مش عارفه ايه ادخل الكليات الفلانيه، من 60 ل 62 ادخل وادخل واشوف انا الكليات دي بيدرسوا فيها ايه، بيعملوا فيها ايه، بياخدوا مواد عامله ازاي، اللي بيتخرج منها يقدر يشتغل ايه الفرص المتاحه، وادخل على لينكد ان اشوف ايه الشغل المتاح بشهاده ايه. مش هتلاقوا حاجه اصلا بشهادات، بس يعني ايه اللي متاح اعمل بيه ايه. دايما الشغل في مصر او بره مصر بيبقى مربوط بانت بتعرف تعمل ايه، مش انت كليتك ايه. الا بقى الحاجات العمليه، او زي الطب مثلا، زي هندسه محتاج مهندس مش عارفه ايه، محتاج ده، محتاج لازم تكون خريج كليه كذا. لكن اي حاجه تانية تقريبا مالهاش علاقه بالكليات يعني، الا بقى الحاجات الطبيه زي ما قلت لك، او الحاجات اللي هو لازم تكون واخد شهاده. لكن بقيه الحاجات انت بتعرف تعمل ايه، واخد كورسات في ايه، بتشتغل بقالك كام سنه، بتعرف تعمل ايه. وريني الديزاينز اللي بتعرف تعملها، وريني الشغل اللي انت بتعرف تصوره، وريني الحاجه اللي انت بتعرف تعملها ازاي. فده متوقف على انت بتعرف تعمل ايه، مش انت جبت مجموع ايه. وحاجه صغيره قوي انا عايزه اوجهها لاي اب وام عندهم ابن او بنت في ثانويه عامه: ارجوكوا 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 رجاء، هم دلوقتي مش محتاجين ضغط، مش محتاجين خلاص فاضل مش عارفه قد ايه لازم تشد حيلنا، مش محتاجين شوف مش عارفه مين بيذاكر وانت ما بتذاكرش، شوف صحابك جابوا كام في الامتحانات بتاعه المراجعات وانت ما جبتش، شوف في المراجعات انت لازم تحضر عند استاذ كذا وكذا وكذا وكذا. هم مش محتاجين ده دلوقتي خالص. خلاص اللي حصل حصل، واللي ذاكر ذاكر، واللي مخطط حياته خطط، والموضوع انتهى خلاص. هم دلوقتي محتاجين يهدوا. هدوهم يا جماعه. مش ده معناه ان انا بقول لكم ما تخليهمش يذاكروا، لا لا خالص، بالعكس، خليهم يذاكروا، بس حسسوهم ان انتوا في ظهرهم. انتوا مش مستنيين منهم النتيجه بس. هل انتوا لو جابوا درجات وحشه انتوا هتتبروا منهم؟ مش هيحصل. هيفضلوا ولادكم، هيفضلوا موجودين معاكم، هتفضلوا قاعدين معاهم في نفس البيت، هيفضلوا موجودين. فمش ده المطلوب منكم دلوقتي خالص. هدوهم، حسوهم ان انتوا في ظهرهم، سواء جبتوا مجموع كبير او صغير. عرفوهم ان دي مرحله انتقاليه ومرحله هتعدي سواء بحلو او بوحش، بس احنا بنحاول نعمل اللي علينا مش اكتر من كده. انا مش عايز منك اكتر من كده، او مش عايز منك اكتر من كده. كفايه مقارنات، كفايه تهديد، كفايه المصيف ان انتوا مستنيينه يخلص امتحانات عشان يجيب مجموع كذا ونطلعه، ولو ما جبناش مجموع كذا مش هنطلع المصيف. كفايه الكلام ده. هم بجد 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 مضغوطين كفايه على سنهم. انا عارفه ان ممكن يكون ده بالنسبه لكم ده كلام فاضي، هم مكبرين الموضوع قوي، بس على سنهم هم مضغوطين. هم اكبر حاجه بالنسبه لهم اللي هم فيه دلوقتي. الولاد محتاجين يحسوا ان انتوا في ظهرهم، وان انتوا اكبر داعمين ليهم. دعموا الولاد، ادعموا ثانويه عامه ارجوكوا. ما تسيبوهمش مسحولين في الدنيا ومش عارفين هم رايحين فين ولا جايين منين. وظيفتكم دلوقتي ترتبوا الدنيا ليهم. هم عايزين يبقوا ايه، واسالوهم، اسالوا ولادكم انتوا عايزين تطلعوا ايه، عايزين تشتغلوا ايه، عايزين توصلوا لايه في حياتكم. اسالوهم هم، لان دي حياتهم هم، مش حياتكم انتوا. ومش مطلوب منكم ان انتوا تحققوا احلامكم في الولاد. مش مطلوب منكم كده. انا عارفه ان انتوا عايزينهم احسن الناس، وعارفه ان انتوا عايزين كل الدنيا تبقى فخوره بيهم مش انتوا بس. انا عارفه ومقدره ده جدا، بس دي مش بتاعتكم. ولادكم وكل حاجه وليكوا حق عليهم، بس برضه هم ليهم حق على نفسهم.
انت عايزاه يطلع دكتور وهو عايز يطلع مهندس، ولا عايز يطلع جرافيك ديزاينر، ولا عايز يطلع كونتنت كرييتور، ولا عايز يطلع ايا كان الحاجه اللي هو عايز يطلعها. هو من حقه يقرر هو عايز ايه، وانت تمشي معاه في الطريق اللي هو عايزه. حتى لو الطريق ده مش عاجبك خليه يجرب، خليها تغلط، خليها تغلط وانت معاها، احسن ما تروح تغلط من وراكي وهتغلط وهتعمل اللي هي عايزاه وفي الاخر هتغلط. ممكن يبقى الغلط اكبر لو انت مش معاها. فخليها تغلط بس وانت جنبها، خليها تغلط وانت قاعده بتسقفي لها، خليها تغلط وانت بتساعديها ان هي تحسن من ده، وانت ماشيه معاها في الطريق الغلط، علشان اول لما تغلط تقول لها بصي انت غلطتي فتعالي نرجع، الطريق ده مش صح. خليها هي تقول لك انا مش عاجبني ده، انا كنت غلطانه. خليها تصارحك بده، ما تبقاش بس داخله معاكي في عند انا هعمل ده وهوصل له عشان انتوا عاندتوا معاه، عشان انتوا قلتوا لها لا، فهي هتعمل بقى الغلط ده. ممكن تكون هي عارفه ان هو غلط بس هي بتعمله عشان هي عنيده، عايزه توصل لده، عايزه تعمل ده، عايزه تحقق اللي هي غلط ده عشان تثبت لكم ان هي مش غلط. اسمعوهم، اسمعوهم وفكروا معاهم، فكروا بطريقتهم، فكروا بدماغهم، فكروا هم عايزين يوصلوا لده ليه، عشان ايه. مش عنده خلاص، انا عارفه ومتاكده ان انتوا فعلا عايزينهم احسن ناس في الدنيا، بس حاولوا تسمعوهم، حاولوا تحطوا لهم الكليات اللي مناسباهم وفي نفس الوقت مناسباكوا مع بعض. يعني نوصل لحل وسط، مش اللي انتوا عايزينه او لا، اللي انتوا عايزينه مفيش غيره، اللي انتوا عايزينه هو ده الصح، لا. لا، هيبقى ازاي مسؤولة عن شخصيته، هتبقى ازاي مسؤولة عن قراراتها، ازاي هيشيل مسؤولية بعد كده وانتوا اللي بتقرروا له، ازاي هيبقى عندها بيت واسرة وليها كلمة في البيت وانتوا اللي مختارين لها حياتها عاملة ازاي. لو عايزين شخص مسؤول، بني ادم ناجح، واحدة عارفة هي بتعمل ايه، ماشية بقرارات عاملة ازاي، عارفة حلال وحرام عامل ازاي، عارفة ربنا بيقول ايه وما بيقولش ايه، سيبوهم يختاروا اللي هم عايزينه واللي هم شايفينه صح وامشوا معاهم في طريق. اوعوا تسيبوهم، اوعوا عشان هم ما مشوش في الطريق اللي انتوا عايزينه فتسيبوهم خلاص بقى انجوي في حياتهم، ويا اما يا اما لا، وخلاص انتوا حرين، انتوا كبار كفايه عارفين تعملوا ايه، وتسيبوهم يغرقوا. اوعوا تسيبوا لا تغرقوا، لانه في الاخر انتوا اللي هتشيلوا معاهم مش هيشيلوا لوحدهم. بس سيبوهم يعملوا حاجه هم عايزينها، يمكن ينجحوا. يمكن تلاقوا محمد صلاح عندكم في البيت، يمكن تلاقوا زويل موجود عندكم في البيت وانتم ما تعرفوش، تلاقوا حد ممثل ناجح موجود عندكم في البيت وانتم ما تعرفوش انتوا عندكم موهبه. يمكن تلاقي حد صوتها حلو فعايز تخش كليه ليها علاقه بالمزيكا وبالصوت وتوصل لحاجه هي عايزاها في الحته دي. يمكن حد يكون بيعرف بنتك بتعرف ترقص باليه او ايا كان وسابت الموضوع عشان ثانويه عامه، فسيبوها ترجع له. سيبوهم يعملوا الحاجات اللي هم عايزينها، ما تأيدوش الحريه بتاعتهم، خليهم يمشوا في الطريق اللي هم حابينه، بس امشوا معاهم. اوعوا تسيبوا الولاد يمشوا لوحدهم، سيبيها تحلم، سيبيها تحقق احلامها، سيبيها تعرف ايه الغلط وايه الصح، سيبيها تخطط طريق حياتها عايز يمشي ازاي، عايزه توصل لايه، عايزه تحلم بايه. سيبوها تحلم، سيبوها تنجح. النجاح ابدا مش ان انا ادخل كليه قمه او ان انا اوصل للي اهلي عايزينه. النجاح ان انا اكون شخص مرتاح، عارف هو عايز يوصل لايه، بيتحمل نتيجه اخطائه وعارف الطريق ده هيوصله لايه، ولو الطريق ده ما وصلنيش اللي انا عايزاه عندي بلان بي، انا هوصل لايه لو الطريق ده ما وصلنيش، انا همشي ازاي لو الطريق ده ما وصلنيش اللي انا عايزاه. فارجوكوا ارجوكوا سيبوهم يحلموا، سيبوهم يخططوا لحياتهم زي ما هم نفسهم يخططوا ليه. ما تبقوش انتوا المفروض الداعم الاول ليهم، تبقى انتوا العائق اللي بالنسبه لهم. ما تخلوش يقولوا انا عايزه اعمل كذا عشان ماما عايزه كذا وينسوا هم عايزين ايه. لو هم ما عندهمش احلام ازرعوا جواهم احلام، ازرعوا جواهم خطط نجاح، ازرعوا جواهم ان هم لازم يبقوا ناجحين، لازم يبقى عندهم خطه واثنين وثلاثه واربعه. الثانويه العامه مش نهايه الدنيا ابدا، بالعكس دي بدايه الدنيا. لو انتم مخططين لها صح تبقى احسن فتره في حياتكم. استمتعوا، استمتعوا بالضغط اللي انتوا فيه، استمتعوا بالامتحانات اللي انتوا داخلين عليها وحسوها ان هي لعبه. انا عملت اللي عليا وداخله احط اللي في دماغي ده في الورقه اللي انا عملتها، والباقي بتاع ربنا، مش اكتر من كده. مش طالبه منكم اكتر من كده. طمنوني عليكم الفتره اللي جايه، قولوا لي عملتوا ايه في الامتحانات، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توصلوا لكل احلامكم وكل النجاحات اللي انتوا بتحلموا بيها. اكتبوا لي في الكومنتس عايزين نتكلم على ايه الفتره اللي جايه، واعرفوا ان انا بحبكم قوي، وهستناكم تبعتوا لي على الانستجرام انتوا وصلتوا لحد فين. بحبكم.